يعود فريق المغرب الفاسي فرع كرة السلة إلى الواجهة بعد غياب طالت لسنوات. نستحضر اليوم ذلك التاريخ المشرق الذي عايشه أحمد المرنيسي كرئيس لكرة السلة وكرة القدم، وكذلك رئيس للمكتب المديري، حيث حقق ألقاب مختلفة في كرة السلة، وكان له عشق وما يطلق عليه في الوسط الرياضي بقصة حب بين أحمد المرنسي رئيس المغرب الفاسي لكرة السلة وكأس العرش. التاريخ يعيد نفسه ويعود فريق المغرب الفاسي إلى الواجهة، لكن هذه المرة مع شاب من أحد أبناء مدينة فاس، حمزة قسوسة، ليحقق الحلم ويحقق آمال وطموحات وحلم الجماهير الفاسية العاشقة لكرة السلة، ويحقق المبتغى واللقب. نتمنى التوفيق في المقابلة النهائية إن شاء الله.